فانا المنافس بتاعي الجماهيري هو الزمالك، بس سنه ورا سنه منافس الكره بتاعي هو بقى بيراميدز، رغم ان مثلا الاهلي السنه اللي فاتت خسر مثلا السوبر افريقي قدام الزمالك. تمام، بس في النهايه انا ممكن اخسر ماتش 90 دقيقه قدام الزمالك سوبر كاس، انما بطولات النفس الطويل انا المنافس بتاعي ككوره في الملعب بيراميدز، لكن المنافس الجماهيري بتاعي الازلي اللي هيفضل طول العمر هو الزمالك. لو هنتكلم بقى شق كوره كمان، لو هنتكلم على قائمه فريق وتكوين قائمه فريق، انا شايف ان بيراميدز دلوقتي من بعد فوزه على الاهلي في الماتش اللي كان بسبب اقاله ريبيرو قدام قبله الحياه. يعني هو للامانه يعني الماتش ده هو كان فارق في علاقه يوريتيتش باداره بيراميدز. ده حقيقي. المعنويات بقت في السماء، ماتش عالمي قدموه بيراميدز قدام اهلي جده، عملوا ماتش كبير قوي. فقائمه بيراميدز يمكن كمان فيها اماكن هي مكتمله عن الاهلي. بس الاهلي بجماهيره بالتعديلات اللي بدات تحصل بالمعنويات اللي موجوده دلوقتي هيقدر ينافس مع بيراميدز في النفس الطويل. طيب كوره وقايمه قصاد قايمه، الاهلي المنافس بتاعه في الملعب هو بيراميدز، لكن جماهيريا المنافس بتاعه هو الزمالك.